على فكرة مش شرط كل الحيتان تكون عايشة في أعماق بعيدة جدا جوه المحيط، ومستحيل تقرب من المدن مثلا ولا البشر يقدروا يشوفوها إلا لو غاصوا في المناطق بتاعتها. كمان مش كل البطاريق زي ما أنت فاكر برضو إجباري إن هي تكون عايشة في القطب الجنوبي وسط التلج، ومستحيل إنها تكون موجودة في أي بيئة تانية مش متجمدة زي الصورة الذهنية اللي عندنا عن البطاريق. وكمان برضو مش لازم كل البراكين تبقى بالشكل ده وبيخرج منها حمم بركانية درجة حرارتها بتعدي ال1000 درجة مئوية، ويبقى مستحيل يكون في أي شكل من أشكال الحياة جوه البركان. في حلقة النهاردة بقى هنشوف عكس كل الحاجات دي واكتر من كده كمان، فيلا بينا نبدأ على طول. لو قلت لك تعالى نتخيل ان احنا واقفين على شط البحر، اي بحر، وطلبت منك تتخيل ايه هي الحيوانات اللي ممكن نشوفها عايشه في البيئه الشاطئيه دي، انت ممكن تقول لي مثلا سلاحف او كابوريا وسلطعون او ضفادع او طيور مثلا، والحقيقه دي كلها اجابات منطقيه وموجوده فعلا. لكن الحيوانات اللي عمرها ابدا ما هتيجي في بالك ولا هتتخيل ان هي ممكن تكون موجوده على الشاطئ اكيد هتكون الذئاب. اكيد منظر الذئب على الشط مش متوقع خالص، لكن الذئاب الساحليه دي بتعيش من الاف السنين على شاطئ المحيط الهادي في غرب كندا، في منطقه اسمها كولومبيا البريطانيه موجوده جوه كندا ولحد جنوب شرق ولايه الاسكا التابعه لامريكا. 2000 ذئب من الذئاب الساحليه بيتها هو الشاطئ ده والجزر اللي موجوده حواليه، وده اللي بيخلي بيئتها طبعا مختلفه تماما عن بيئه اي نوع تاني من الذئاب. وذئاب الساحل دي بيكون حجمها قد تقريبا حجم الكلب الجيرمان، اللي هو اصغر ب 20% من حجم الذئاب الرماديه اللي بتعيش في الغابات الموجوده في امريكا الشماليه. والسبب في حجمها ده ان الذئاب دي بتاكل الاسماك والكائنات البحريه المتوفره كده حواليها، اللي ما بتبقاش محتاجه قوه كبيره يعني ولا جسم ضخم عشان تعرف تصطادها. يعني اكبر فريسه ممكن تواجه الذئب الساحلي هي مثلا ثعلب الميه، وده على عكس قرايبهم الذئاب الرماديه اللي بتعيش في الغابات، لان دي بتواجه فرايس عملاقه اكتر من كده بكتير، فطبعا بتحتاج قوه اكبر وجسم اضخم. وكل ذئب من ذئاب الساحل دي بيحتاج 3.2 كيلو جرام من الاكل كل يوم، وده اللي بيخلي ذئب الساحل يكون سباح ماهر، لانه بيضطر يعوم من جزيره لجزيره عشان يدور جوه رمله الشاطئ دي على السلطعون او المحار او ثعالب الميه، او حتى كمان سمك السلمون اللي بيبقى موجود في الميه الضحله القريبه من الشط. وهم بيحبوا السلمون لدرجه ان كل ذئب ساحلي واحد ممكن يصحى الصبح كل يوم يصطاد 10 سمكات سلمون. وطبعا اسلوب الحياه ده بين الشواطئ والجزر المختلفه في المنطقه اللي بيوصل عددهم لحوالي 1000 جزيره ذئاب الساحل بتتنقل بينهم كلهم، ده اللي بيخلي الذئاب الصغيره تتعلم السباحه اول ما يوصل عمرها بس 2.5 شهور. وما تفتكرش ان الذئب الساحلي هو الوحيد اللي بيعيش في بيئه غريبه، لكن تعال نتعرف بقى على بقيه الحيوانات اللي معانا في الفيديو، اللي بيبان في الاول ان هي بتعيش في مكان غريب، لكن بيبان بعد كده الحقيقه ان هي عكس كده خالص، والحيوانات دي عايشه في انسب مكان ليها. اول ما اقول لك بس اسم البطريق اكيد بتتخيل بقى جليد وجو برد وميه متجمده، والبطاريق عماله تقرب كده وتلزق في بعضها عشان تتدفى من السقعه دي، وهكذا بقى كل الاجواء دي. لكن سيبك بقى من كل الكلام ده وخليني اعرفك على بطريق فيوردلاند المتوج، اللي بيعيش في منطقه ادفى من كده بكتير جدا، وهي الغابات المطيره المنتشره في الساحل الجنوبي الغربي لنيوزيلندا، اللي متوسط درجه حرارتها تقريبا حوالي 21 درجه مئويه. والمنطقه اللي هو بيعيش فيها دي هي السبب الاكبر ان مفيش معلومات كتير متاحه لينا عنه ولا دراسات كتير اتعملت عليه، لان بطريق فيوردلاند المتوج دايما بيبني العش بتاعه في قلب الغابه ومخفي عن الانظار، جوه كهف او تحت جذع شجره او بين الشقوق اللي موجوده في الصخور. ودي كلها اماكن بتبقى شبه مستحيل ان العلماء يقدروا يوصلوا لها ويدرسوها كويس، وقله وندره المعلومات المتاحه عنه دي كانت واصله لدرجه ان العلماء اصلا مصنفينه ان هو مهدد بالانقراض من قله ما بيشوفوه. وبعدين تصنيفه ده رجع اتعدل وبقى تهديد منخفض بالانقراض لما العلماء رجعوا اكتشفوا ان موجود منه اعداد اكبر بكتير من اللي كانوا يعرفوهم. وخليني اقول لك برضو ان بطريق فيوردلاند المتوج سهل جدا تعرفه لو شفته عن طريق منقاره الكبير اللي لونه برتقاني زاهي، والاهم والاميز هو حواجبه اللي على شكل شريط اصفر موجود فوق عينيه. والانثى بتاعت البطريق ده بتبيض بيضتين بس في كل موسم تزاوج، واحده منهم هي اللي بتهتم بيها وبيتكتب لها تكبر وتبقى بطريق جديد. وفي حالات قليله تاني لو كان الاكل متوفر بكميات كويسه فهي بتهتم بالبيضتين والاتنين بيفقسوا وبيكملوا عادي. ولو كنت فاكر بقى ان مفيش اغرب من البطاريق اللي عايشه بره القاره القطبيه الجنوبيه، فاحب اقول لك اتقل عليا عشان انا جاي ابهرك النهارده. عادة كده الحيوانات اللي ممكن تكون موجودة فوق أي شجرة ممكن نقول إنها مثلا طيور أو خفافيش أو قرود أو حتى الكوالا يا سيدي، لكن اللي بيحصل في منطقة سوس في المغرب عمره ما هيخطر على بالك غير لما تشوفه بعينك. منطقة سوس دي بينمو فيها نوع من الشجر اسمه أشجار الأركان، طول الشجرة منهم بيوصل ل9 متر، لكنها في نفس الوقت برضه بتطلع ثمار طعمها حلو بالنسبة للحيوانات.
طعم الثمره حلو لدرجه ان المعيز ما عندهاش اي مانع خالص تتسلق شجره الاركان دي عشان تاكل الثمره بتاعتها، ولا كانها قرود مش معيز، بالرغم من المجهود الكبير اللي هي بتبذله عشان تعمل كده، لان مش من طبيعه المعيز اصلا ولا سيستم حياتها ان هي تكون بتتسلق الشجر، وبيبقى شكل الشجره من بعيد عامل كانها اصلا مطلعه ثمار على شكل معيز. والسكان المحليين في المنطقه دي ما بقوش بيربوا المعيز بس عشان ياكلوا لحمها او يشربوا من لبنها، لكن برضه بيستفيدوا منها لما تطلع تاكل الثمار بتاعت شجره الاركان دي، عشان المعيز ما بتقدرش تهضم البذور بتاعت الثمره دي، فيا اما بترميها يا اما بتخرج سليمه مع فضلاتها. فساعتها الناس بيجوا بقى يجمعوا البذور اللي خرجت من المعيز دي ويستخرجوا منها زيت اسمه زيت الاركان، وده بيتحط على الاكل وبيدخل في صناعات تانية برضه. وعلى عكس خالص بقى المعيز اللي هي بتعيش على الارض وشكلها كان غريب جدا لما اتسلقت الشجره، ففي حيوان تاني بقى هو اللي دايما موجود فوق الاشجار خالص، والغريب عليه هو لما نلاقيه تحت مش على قمه الشجره. وكلامي هنا عن حيوان كلنا عارفينه، وهو حيوان الكسلان، اللي لو فكرت انك تبحث عنه في اي وقت دايما هتطلع لك صوره وهو متشعلق فوق شجره وقاعد ولا على باله. وطبعا لو شفت له فيديو وهو بيتحرك او بيتسلق شجره هتلاقيه في منتهى البطء والكسل، وعشان كده هو فعلا اسمه الكسلان. لكن في نوع بقى من الكسلان اسمه الكسلان القزمي ذو الاصابع الثلاثه، وده بيعيش على جزيره قريبه من بنما في امريكا الوسطى. لما بيعوز الكسلان ده يتنقل من شجرته لشجره جديده بيرمي نفسه في البحر ويتحرك عن طريق الميه اللي موجوده بين الاشجار، وساعتها بقى بيتشقلب حاله وبيتحول لقمه الرشاقه والخفه في الحركه بالنسبه لطريقه حركه الكسلان اللي احنا عارفينها زي ما انت شايف في الفيديوهات اللي قدامك. وده بيحصل عشان الكسلان اغلب الاكل اللي هو بياكله عباره عن الورق الاخضر بتاع الاشجار، وده بقى بيملى له بطنه بالغازات وبيسهل عليه جدا ان هو يطفو في الميه ويبقى خفيف كده في الحركه، وبيقدر الكسلان ساعتها ان هو يتحرك في الميه اسرع 3 مرات من سرعه حركته على الارض. بس برضه بما اننا يعني بنتكلم عن الكسلان فما تتوقعش سرعه عنيفه، فهو في الاول وفي الاخر عباره عن كسلان. الحقيقة ان البراكين واحدة من اخطر الكوارث الطبيعية، والحمم اللي بتبقى طالعة مع انفجار البركان ده هي عبارة عن صخور منصهرة من جوه باطن الارض، ودي حرارتها بتوصل ل1000 درجة مئوية وبتبقى اكتر من كده كمان، وطبعا دي ظروف مستحيل يكون في حياة موجودة فيها. والبراكين مش بس على فكرة موجودة فوق الارض، لكن ممكن بركان ينفجر عادي تحت البحر او المحيط. وواحد من البراكين اللي بتنشط تحت المية دي هو بركان موجود في جنوب المحيط الهادي بالقرب من سواحل دولة اسمها جزر سليمان، والبركان ده نشط مش خامد لحد دلوقتي، وده معناه ان الحمم البركانية ممكن تخرج منه في اي لحظة. ففي فريق كده من العلماء قالوا احنا هننزل كاميرا مخصصة للتصوير في الاعماق دي عشان ندرس الفوهة بتاعة البركان ده. فوهة البركان دي لو انت مش عارف هي الفتحة اللي في الارض اللي بينفجر منها البركان وبتخرج منها الحمم البركانية. المهم العلماء دول فعلا نزلوا الكاميرا وبدأت ان هي تصور، وهنا كانت الصدمة الكبيرة اللي محدش كان متخيلها اصلا لما لقوا 3 اسماك قرش بيعدوا من قدام الكاميرا وطلعوا عايشين جوه فوهة البركان، وهم قرش المطرقة والقرش الحريري ونوع ثالث اسمه قرش المحيط النائم، وده كان نادر جدا اصلا ان العلماء يقدروا يرصدوه في المحيط الهادي. والفكرة كلها مش بس عبارة عن ان الاسماك دي عايشين جوه فوهة بركان، لكن فوهة البركان دي طبيعتها ان هي بترفع جدا درجة حرارة المية اللي موجودة حواليها، وبتزود كمان من حموضة المية بطريقة شديدة ما بيتحملهاش الغواصين البشر اصلا بكل المعدات بتاعتهم. عشان كده العلماء اصلا في البدايه لو تركز نزلوا كاميرا ما نزلوش غواص يصور بنفسه. بس يفضل هنا السؤال اللي محتاجين اجابته بقى بعد المفاجاه دي، هل الاسماك دي اللي عايشه في المكان ده بيقدروا يحسوا كل مره بالوقت اللي البركان هيثور فيه قبل ما يثور فيهربوا بسرعه قبل ما يموتوا؟ ولو انت وصلت للحظه دي بقى فانا عندي ليك بونص، حيوان كمان موجود في مكان غريب عليه. مبنى امباير ستيت اللي موجود في مدينه نيويورك هو واحد من اشهر مباني امريكا والعالم كله، لكن الحوت الاحدب اللي انت شايفه في الصوره مع المبنى ده اكيد مش جاي هنا عشان يتفرج على امباير ستيت يعني، لكن هو في الحقيقه جاي هنا عشان عنده ميعاد على الغداء. المنطقه القريبه من السواحل بتاعت مدينه نيويورك بالتحديد في نهر اسمه نهر هودسون بتكون غنيه بانواع كتير من الطحالب والاسماك اللي الحوت الاحدب ده بيحب ياكلها. فبكل بساطه الحوت بياخد بعضه ويجي من المحيط لغايه المنطقه دي عشان ياكل براحته، وساعتها بيظهر فوق سطح الميه والناس كمان بتشوفه عادي من على الشط. وبس كده يا سيدي، في اللحظه دي اقدر اقول ان كل الكلام اللي كنت محضره للفيديو الخفيف بتاع النهارده خلص خلاص. يا ريت بقى لو كان الفيديو ده عجبك ما تنساش تعرفني الحوار ده من خلال ان انت تنزل تدوس لايك وتشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. واخر حاجه خالص هقولها لك قبل ما الفيديو يخلص، لو كنت اول مره تشوفني خش كده خد لك لفه في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.